كيكة شوكولاتة صحية من غير دقيق أبيض ولا سكر، بمكونات صحية جدا ومحسوبة السعرات والكربوهيدرات والبروتين والدهون وكل حاجة، تتعمل في دقيقة واحدة بس. لو عاوزين تحلوا في الدايت وتكسروا كده بحاجة خفيفة يبقى لازم تجربوا الكيكة الرهيبة دي. أيوة، أنا اللي حاسبة بالظبط حصص البروتين والدهون والنشويات اللي فيها. هنحتاج مج أو كوباية صغيرة كده من كوبايات القهوة أو نسكافيه، حاجة صغننة كده. وفي الوصفة دي مش هنستخدم دقيق أبيض، هنستخدم دقيق القمح الكامل. هنحتاج معلقتين كبار من دقيق القمح الكامل، العبوة بيبقى مكتوب عليها كده دقيق القمح الكامل، وده شكله من جوه. الله، ما هو غني بالألياف، غني بالألياف اللي بتساعد في عملية الهضم وبتشبع. ده غير إنه مليان مضادات أكسدة، مفيد جدا لصحة القلب، وبيظبط مستوى الكوليسترول والسكر في الدم. وهنحتاج كمان معلقة كبيرة من الكاكاو الخام، اللي هو الكاكاو اللي معلهوش سكر، رشة من الملح، ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. المعلقة الكبيرة من الكاكاو الخام بتلت حصة نشويات، مع معلقتين دقيق الشوفان يبقوا تقريبا حصة النشويات ب80 سعر. ده غير إنه بيعلي المزاج وبيزود التركيز. بنقلب المكونات الجافة دي كلها مع بعضها. هنحتاج 3 معالق كبيرة من اللبن الحليب أو مية لو مش حابين تحطوا حليب. لا طبعا، واستخدم الحليب. الحليب يعني بروتين، يعني كالسيوم، يعني صحة قلب وعظم، يعني طاقة. استخدموا الحليب وما تخافوش. معلقة كبيرة من الزيت. معلقة كبيرة من الزيت ما بتخوفش، تقريبا ب3 حصص دهون، ومهمة عشان الشبع. وهنحتاج كمان معلقة كبيرة كده مليانة من عسل النحل. معلقة عسل النحل دي تقريبا بحصة فاكهة، كأنك كلت فاكهية كده متوسطة حلوة كده. بنقلب كل حاجة مع بعضها كده ونراقب قوام الخليط. لو حسيتوا ان هو تقيل زيادة زي ما انتوا شايفين كده، زودوا معلقة حليب ولا معلقتين حليب ولا حاجة، ونبقى نحسبهم بعد كده مش مشكلة، او نخصمهم من حاجة تانية لحد لما قوام الخليط يبقى معتدل زي قوام الكيك العادي زي ما انتوا شايفين كده. بننضف الاطراف كده علشان خاطر ما تحرقش مننا. واخر حاجة بقى بنحط عليها كده قطعة من الشوكولاتة الدارك، ودي طبعا خطوة اختيارية بس في نفس الوقت مهمة لانها بتنقلها في حتة تانية خالص. يعني قطعة الشوكولاتة اللي فوق دي بتنقلها لمكان تاني، ليها ليفل تاني كده. بس تكون من 70 ل 85% تقريبا، حجمها تقريبا 10 جرام. يا سلام على مضادات الأكسدة وعدلة المزاج، يا سلام. هي تقريبا بحس الدهون. وبندخلها الميكرويف لمدة دقيقة بالظبط، تاخد لها دقيقة. لو الكمية ضعفت تبقى دقيقة ونص ولا حاجة. بتنفخ بقى وترتفع زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما طلعت حطيت عليها رشة من السكر البودرة، ودي خلسة كده يعني رشة صغننة كده مش هتعمل حاجة، مش مشكلة، بس للتزيين. الوصفة دي من غير الخلسة تقريبا 340 سعر حراري، تقريبا حصة نشويات و4 حصص دهون وتلت حصة ألبان مع حصة فاكهة. سلام يا نادية. هوريكوا بقى ازاي هشة من جوه وجميلة. شوفوا الجمال، شوفوا الشوكولاتة سايحة زي من فوق. عشان كده بقول لكم قطعة الشوكولاتة دي برضو مهمة. الله يا نادية، تسلم ايدك. هشة جدا، طعمها تحفة، بتشبع كمان. انا لما اكلتها شبعت اكتر من الكيك العادي، مش عارفه ليه. خفيفه وصحيه ومن غير تأنيب ضمير، ناكلها كده واحنا ضميرنا مرتاح. وبس كده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تجربوا الوصفه وتقولي رايكم فيها، ونزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك. واشوفكم ان شاء الله المره الجايه في فيديو جديد.